هيدا الصوت اللي انا مثلت لكم اياه سنه ونص طرحت اسئلتكم لمثل صوت كل واحد قاعد بالضاحيه بجنوب ببعلبك بالمعارضه بالتيار الوطني الحر بتيار المردة. مين اليوم طلع يحكي بصوتنا نحن؟ انا بدي اسال صوتي انا مين بيمثله وقت مثلت اصواتكم كلكم؟ صوتي انا، صوت الناس اللي ببيروت، صوت الناس اللي فات على بيوتها، صوت الناس اللي قالت اشهد ان لا اله الا الله وكنتوا انتم مقنعين بشوارع بيروت. ليه؟ الانسان وقتها بيكون فخور باللي عم يعمله ما بيلبس قناع وبدي صرخ اكثر وصوته ما رح يوقف وخليهم يعرفوها. هاي الموضوعية انك وقتها بتشوف الظلم ما تسكت. هيدي هي الموضوعية. وقتها حسيتكم انه بمحل وحدة لبنان مهددة وقفت طرحت اسئلتكم بكل جرأة. صوتي مين بيمثله؟ صوت بيروت مين بيمثله؟ قولوا لي ترضوا على حالكم. انا هلا ما بدي احكي مع الاحزاب، انا بدي احكي مع الناس اللي مثلت صوتها. ترضوا انه اهل بيروت يلي فتحوا لكم بيوتهم بالاجتياح، يلي فتحوا لكم بيوتكم بالعدوان تموز، قعدوا حطوكم بقلوبهم. كنا نسمي الشهداء اسم بمرم خايل سميت الشهداء اسم ودمعت عيني على الهوا وطلعت من قلب محروق. شهدائنا اللي نزلوا اليوم سميتوهم اسم. ردوا علي، حدا فيكم بيعرف اسمائهم لهول اللي نزلوا؟ دمهم هولي لمين؟ انا الموضوعية وبدي احكيكم وبكل اسف ندمتوني على الموضوعية. انا شعرت اني ضحية الموضوعية وقت دافعت عنكم سنة ونص. في ضمير يدافع عنا وعم تكموا لنا صوت الله خلقه ما بينلمس. سألتوا حالكم ليه؟ انتوا عم تتحدوا إرادة الله. بكل جسم الإنسان شيئان فقط لا يلمسان، الروح والصوت، وهذا لحكمة من حكم الله. هل فعلا فكرتم فيما تفعلون؟ انتوا ما خرجتوا بس عن القانون، خرجتوا من قلوب الناس، خرجتوا من قلوب عن جد حبتكم وضل زعمائكم السياسيين وقلوبكم نحن بنكرهكم. لا، اليوم انتوا خليتوا الناس اللي مثلي وكتار نحن بالمستقبل هيك. هيدا الصوت اللي انتوا رحتوا تكسروا له مكاتبه، اللي طبخت لكم الاكل بمحبه بعدوان تموز ورميتوه على الارض، هالحقد علينا ليه؟ انا ما عم بفهم. انا انسانه مؤمنه بالله ولكن لا اؤمن بالطوائف. فيأتوا في العصا بالطائفه، انظروا الى ضحاياكم غير اللي عم تعملوه، ضحيه ورا ضحيه. الناس اللي بتبني البلد عم تسقطون ضحايا. صوتكم لحاله ما بيودي ولا صوتنا لحاله بيودي، بس وقتها بيكون في ظلم صوتنا عم بيودي وكل واحد عم يسمع عم يعرف تمام انا شو عم بحكي وما رح نسكت. وانا بالرغم من انه اخذوا قرار انه يطلعوا من المستقبل قلت لهم خلينا ويفوتوا علينا وخلي الناس بنفتح الكاميرات وبنوقف، خليهم العالم تشوف شو عم يعملوا فينا. نحن مين؟ نحن وياكم واحد. كنا كسرتوا هالصورة عندي، كيف بتصلحوها؟